تفاصيل وسبب سقوط خط الصعيد أمن سوهاج ينهي أسطورة عصفور درويش الإجرامية بالعصيرات. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أي تفاصيل هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من القضاء على عصفور درويش خط العصيرات، وذلك بعد هروبه، حيث رصدت الأجهزة الأمنية مكانه وشنت حملة أمنية أسفرت عن مصرعه بعدما تبادل إطلاق النيران مع القوات بسوهاج. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء على عصابة أبو عصفور بالعصيرات في سوهاج بعد تبادله إطلاق النيران على القوات خلال القبض عليه على خلفية اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة. وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهم بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدا للإتجار بها. ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤور الإجرامية جالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية الغير مرخصة. زي ما حضراتكم كده شفتوا التفاصيل كاملة، يعني ألف ألف شكر وتقدير لوزارة الداخلية. ربنا معاكم ويحميكم يا رب. وانتهى الفيديو مع حضراتكم